هنعمل مع بعض فيديو تعاون مع قناة انا شيك. قناة انا شيك من القنوات الحلوة جدا والقنوات المفضلة جدا بالنسبة لي. انا بحب اتفرج عليها وبحب اسلوبها وبحب صوتها كمان. هتلاقوا لينك القناة تحت في الديسكريبشن بوكس، بس انا حابة اكلمكم عن القناة. اول حاجة الفيديو اللي هي عاملاه عن روتيني برضو اللي هي في فصل الشتاء. هتوريكم ازاي بتعتني بنفسها وبتعتني بجسمها، وافكار ونصايح كتيره قوي هتلاقوها على قناتها، والفيديو نزل بالفعل بس انا اتاخرت في الفيديو شويه. طيب قناتها شكلها ايه يا ترى عشان اللي مش عارف؟ دقيقه واحده. ده شكل قناتها. تمام. ده الفيديو اللي هي نزلته بالتعاون معايا، ودي الفيديوهات التانية. دي قناتها بتقدم نصايح وجولات في بيتها وفي التسريحة بتاعتها وفي شقتها تقريبا، وكمان في المطبخ بتاعها، وبتعمل لكم روتينات وفولج والحاجات الحلوة اللي احنا بنحب على طول نشوفها في اي قناة. اتمنى تروحوا تزوروا قناتها وتقولوا لها رأيكم، وتقولوا لها رأيكم في قناتها وكمان في الفيديو بتاعها وفي الفيديو بتاعنا. بس متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتخلصوا الفيديو ده وتجروا عليها على طول تقولوا ان انتوا جايين من عندي. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعي اهو. انا هوريكم بالتفصيل كل حاجه من ساعه ما بصحى لحد ما بنام بستخدم ايه في السكين كير بس. طيب ايه اول حاجه ترى انتي بتعمليها لما بتصحي من النوم؟ انا بحب جدا جلاس اب. المعجون ده بحبه جدا، بس هو المفروض انتي كل شهر تقريبا بتغيري المعجون بتاعك، وكل شهرين ونص 3 شهور تغيري فرشه المعجون. ده للناس اللي بتستخدم فرشه المعجون من مره لمرتين، لكن انا حابه استخدمها 3 مرات. الفرشه دي جايه من ايفا، عايزه اقول لكم ان هي حلوه جدا يا بنات. شايفين اسنانها؟ هي طويله بتخش جوه في الضروس اللي جوه قوي، فعلا بتنضف السنان كويس جدا كويس جدا جدا. عجبتني قوي وناعمه للناس اللي بتحب الفرش الناعمه، ما بتحبش الفرش الخشنه. فدول الحاجتين اللي بستخدمهم لسناني. تمام. بعد كده بقى انا عندي كذا خيار يعني، بس انا حابه اوريكم دوت. ده غسول يومي للوجه يتحكم بلمعان البشره. ده انا كنت جايباه من كلير اند كلير. حلو جدا جدا للبشره الدهنيه، عايزه اقول لكم ان هو تحفه بمعنى الكلمه، لان دوت الاويل سكين يعني البشره الدهنيه. ولا تحفه جميل جدا، وبنصح انتوا تجيبوه، بس هو خلص مني وانا بستخدم له بدايل. اول حاجه دوت انا عايزه اوريكم، ده جاي من ايفون. انا بحبه قوي لانه هو 3 في 1. هو اساسا تونر ومرطب ومنظف في نفس الوقت، بيساعد على ازالة الميك اب. بستخدمه لما بكون حاطة ميك اب وعاوزة اشيله، تمام، قبل ما استخدم طبعا الميك اب فريفر بتاعي اللي هو يعني موديل الميك اب. بعد كده بحب استخدم دوت تقريبا كل يوم، بس مرة واحدة بس، او ممكن كل يوم ويوم. دوت ايه يا سارة؟ دوت كلير سكين. ده منظف للرؤوس السوداء في البشرة. ده بيعمل بتكنولوجيا عالية جدا على تنقية الرؤوس السوداء، او تنقية البشرة من الرؤوس السوداء اساسا، وبيحافظ عليها وبينعش البشرة بطريقة غير طبيعية. فحلو جدا. وهو اصلا عايزة اقولهولكم هو حبيبات من جوه، حبيبات يعني بينضف البشرة بالذات الدهنيه. انا بتكلم عن البشره الدهنيه يا جماعه. البشره العاديه والجافه انا مش بستخدم لهم حاجه لان انا بشرتي دهنيه، اوكي. بس اللي عايز سكين كير لل يعني عاوز عنايه لانواع البشره دي، قولي تحت في الكومنتات وانا هقول له على نصايح مفيده جدا ليه. الغسول التاني دوت من جيت فريش من ماي واي. عايزه اقول لكم انه حلو جدا جدا وفعلا بيتحكم بلمعان البشره، بس هو عيبه انه بينشف البشره شويه فبتحتاج ترطيب بعد كده. ده بالنسبه للسكين كير والاسنان. طب بعد ما بتخرجي من الحمام ما بتحطيش زيوت، ما بتحطيش مرطبات، ما بتحطيش حاجه؟ لا طبعا بحط. انا حاليا بستخدم ايفا، تمام، بالخيار والزبادي. دوت ايفا للبشره الدهنيه، حلو قوي 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 وخفيف قوي على البشره الدهنيه بالذات. دوت انا واخده حبه من اختي. دوت ايه يا ساره؟ دوت جيل اوليفيرا من ماي واي. عايزه اقول لكم ان هو يعني فعلا خيال، اقسم بالله. عايزه اقول لكم ان انا استخدمته حوالي 4 مرات 3 مرات، بس هو تحفه جدا واستخدامه هايل جدا جدا ومناسب جدا للبشره الدهنيه والعاديه والمختلطه والجافه وكل انواع البشره. فدي كده اول حاجه في الصباح انا بستخدمها. يلا بينا نخش على النص التاني. نص النهار بقى بعمل ايه؟ لازم بعمل حاجات. عايزه اقول لكم ان انا هتعود معاكم عشان ما بقاش
بضحك عليكم ان انا هغسل سناني 3 مرات في اليوم، مره قبل الفطار، مره بعد الغداء، ومره قبل ما انام. هيحافظ على سناني وهيحافظ كمان على ريحه بقي، فدي حاجه لازم تعمل. بعد كده يا بنات ممكن احط جود سمايل اللي هو من ماي واي دوت، منظف مش منظف ده سبراي منعش بالنعناع لريحه الفم، حلو جدا برضو، ممكن استخدمه. طيب بالنسبه لبشرتك وشعرك انت بتعملي فيهم ايه؟ انا بتكلم عن البشره اكتر في الفيديو ده، بس انتوا لو عايزين فيديو يعني فيديو للشعر انا تحت امركم، ممكن تقولي تحت في الكومنتات وانا اعمل لكم الموضوع ده. طب انت اللي بتستخدميه، بستخدم موارد، اي موارد عندي، اي نوع موارد عندي. انا جايبه لكم ايفا عشان هو دوت اللي قرب يخلص عندي، وده اللي انا عايزه اعمل لكم ريفيو عنه، حلو جدا. ايفا ده اللي انا بستخدمه كموارد. وبرده برجع ارطب بشرتي تاني، ان احنا في فصل الشتاء فلازم ترطيب عميق جدا. وبعد كده بحط برضو من جل الالوفيرا اللي قلت لكم عليه. البخاخ ده فيه ايه؟ انا عايزه بس اقول لكم ان انا بغسل وشي بالميه، مش لازم اغسل وشي بالغسول. انا بغسل وشي بالميه بس في نص النهار، ما بغسلوش بالغسول خالص. وعايزه اوريكم حاجه كمان، عايزه اوريكم كمان نيفيا صن اللي هو كريم الوقايه من الشمس، انا بحب احطه. عايزه اقول لكم ان انا جربت احطه في البيت من غير ما انزل بيه، وهو فعلا خرافه. ليه بتحطيه في البيت وما بتنزليش بيه؟ يعني هو فيه نسبه ترطيب عاليه جدا، وفي نسبه حمايه من الشمس عاليه جدا جدا، 90 طبعا. فبحب قوي احطه. فده كده كان السكين كير في نص النهار. روتين اخر الليل، واخيرا هنخلص روتيننا والعناية ببشرتنا وبايدينا في الليل. انا دلوقتي هوريكم انا بعمل ايه بالليل. انا يا اما بحط في شفايفي يعني، يا اما بحط زيت الكاكاو دي، تمام، ده بفيتامين اي او فيتامين ه. وزيت الكاكاو انا عايزه اوريها لكم اكتر اهي، تمام. واما بحط لونة، طبعا لونها هيتمسحت بس اوكي anyway، يعني هي حلوه جدا يا بنات، حلوه قوي قوي قوي، زيها زي دي بالظبط. اوكي، بالنسبه لايدي انا بستخدم ده مرطب الايدين، مرطب خاص لبشره الايدين، بس هو هنا مش باين. بيقلل من جفافها جدا، وبيستعمل بعد غسيل الايدين طبعا. مفهوش ريحه، فده حلو جدا جدا. بصي استخدميه مسخن على الايدين، يعني استخدميه حطي براحتك، تمام. لو انا ما عنديش الاتنين دول، او انا بحب انوع واغير ما بينهم، ممكن استخدم ده مرطب بالعسل من اوريفلام، حلو قوي برضو، اكيد كلكم عارفينه، فحلو جدا. طبعا عايزه لكم بغسل سناني قبل ما انام بالفرشه بتاعتي الحلوه دي وبالمعجون. وبعد كده برطب بشرتي قبل ما انام بالمرطب ده، ان انا بحس ان بشرتي بتتنفس لما برطبها بالمرطب ده وانام، يعني بحس ان بشرتي فعلا بتبقى نضيفة تماما. طبعا قبل ما بنام وقبل ما بدهن بشرتي من الكريم دوت، انا بعمل حاجة تانية. طب بتغسلي يا ترى بشرتك بالليل بالغسول ولا كده؟ لا، مش بغسل بشرتي بالغسول خالص، انا ببلل بشرتي بقطنة، تمام. ببللها بقطن بالميه دي، الميه العاديه خالص من الحنفيه. وبعد كده بروح مسحه بشرتي بالمورد بتاعي، وبعدين بحط معاه بعد ما طبعا ما يجف على بشرتي وبشرة وشي يعني، بروح حاطه معاه او بعديه الكريم ده. بحس بقى بفرق فظيع جدا، بحس ان بشرتي فعلا احسن بكتير من الاول، وبحس ان انا نايمه يعني عايز في ريلاكسنج، في راحه جدا. فدي حاجه حلوه قوي يا بنات لما بتهتموا ببشرتكم وبنفسكم. يا رب اشوفكم على خير الفيديو الجاي. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتروحوا كمان لقناه ايه، قناه انا شيك. طبعا دوت الفيديو انا عايزه اشغله لكم عشان تشوفوه، تمام. ثواني، هو ده يا بنات الفيديو، وهي دي القناه، وهو ده التعاون اللي ما بيننا. يا رب اشوفكم على خير، واشوفكم كلكم بصحه وبعافيه، وكلكم محافظين على بشرتكم ونظافتكم الشخصيه في الشتاء، وترطيب طبعا جسمكم وايديكم ووشكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. قولوا رايكم في الفيديو تحت ايه، واللي عايز يعمل معايا اي تعاون، واللي عاوز يتواصل معايا، هتلاقوا كل لينكات التواصل تحت في الديسكربشن بوكس. ومع السلامه.